السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أو صباح الخير على حسب ما الميعاد اللي بتشوف فيه الفيديو، سواء كنت بالليل أو بالنهار. أنا طالع أتكلم بس عشان أشوف حاجة، شفت حاجة مستفزة جدا بعد ماتش الأهلي وبيراميدز. أنا شفت يا جدعان كمية غل وكمية غيرة وكمية حقد على النادي الأهلي، خصوصا من الزملكاوية، غير طبيعية أقسم بالله. يعني انا عايز اقول احنا ما كسبناش بيراميدز، بس احنا كسبنا بيراميدز والزمالك. يعني اول مره في التاريخ النادي او نادي يكسب فرقتين مع بعض في نفس التوقيت، يعني في نفس الماتش. ازاي؟ انا مش فاهم يعني. جمهور الزمالك حزين حزن السنين ان الاهلي كسب بيراميدز، وقفشه ذبحهم. قفشه عمل لهم كده زي ما عمل للزمالك برضو في نهائي القرن كده. كابتن حسام ميدو طالع قبل الماتش عامل فيديو وعمال يقول لك اولي 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 بيراميدز. ايه؟ انا مش فاهم، انت اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي ولا بيراميدزاوي، ولا انت جنسيتك ايه بالظبط؟ يعني انت خلفيتك فين؟ الخلفيه الزملكاوي احنا مش لاقيينها، انا ما شفتهاش. انت فين؟ الزمالك ده يعني والله العظيم اقسم بالله يا جدعان، يعني جمهور غريب. يعني بجد، يعني محدش فاهم له خلفيه. انت زملكاوي ولا بيراميدزاوي ولا اسماعيلاوي ولا مصراوي ولا ترجاوي ولا صفاقسي ولا صن داونز، ولا انت بتشجع مين بالظبط؟ انت انتمائك فين؟ اقسم بالله العظيم يا جماعه، الاهلاويه لو اخر لحظه في عمرهم عمره ما هينتمي لاي فريق غير فريق النادي الاهلي، حتى لو كان معاه خصومه مع اي فريق تاني. ومش هيبقى، مش هشجع اي فريق تاني بيلعب مثلا نادي الزمالك عشان خاطر انا الزمالك ده المنافس بتاعي. مش هينفع. انا مش هينفع اقول مثلا اسماعيلاوي اسكندراني، مع الاحترام لكل الانديه. انا بحب كل الانديه المصريه وبحب ونفسي كل الانديه المصريه ترجع، بس ايه كميه الغل دي؟ يعني مش فاهم انا. اعمل زيي يا عم. زعلان اعمل زيي. متضايق اعمل زيي. انا قدرت ان انا ارجع من بعد ما كنت متاخر، وقدرت ان انا اكسب كل الماتشات اللي كانت موجوده معايا، بما فيهم ماتش بيراميدز. وان شاء الله هنكسب الماتش اللي جايه، بما فيهم برضو ماتش بيراميدز. وباذن الله الدوري اهلاوي، عشان احنا فريق بيعرف يصمم على الحاجه، وفريق بيعرف يخطط للمكسب، وفريق بيدور على البطوله، مش بيدور على الترند والشو والكلام والهجص وخلاص. يعني تطلع تتفرج مثلا على البرامج الرياضيه، الواحد بيشوف فيها مهزله. اقسم بالله مهزله. يعني في ناس بتطلع في البرامج الرياضيه ما تستحقش اصلا انها تطلع على الشاشه. يعني مثلا الدرديري ده، عمرو الدردير ده، والله العظيم ثلاثة بيقول كلام ولا العيال الصغيرة اللي لسه في اللفة تقوله. يعني أنا مش فاهم، أنا بيجيبوا الناس دي عشان يضحكوا، ولا عشان يستهزئوا بينا، ولا عشان إيه بالظبط؟ أنا مش فاهم. يعني الإعلام الرياضي بيجيب ناس غريبة لها تفكير عقيم، حاجة كده لا تتخطى 1% ذكاء عندهم. يعني ما عندهمش أي حاجة خالص. أنا مش فاهم ليه، أنا مش فاهم ليه. ايه كميه الحقد ده بيراميدز، لعيبه بيراميدز نفسهم ما كانش عندهم كميه الحقد والغيره بتاعت الزملكاويه دي. الزملكاويه كانوا هيموتوا والاهلي يخسر الماتش ده، والحمد لله ربنا رد كيدهم في، يعني رد كيدهم في نحرهم، وربنا خذلهم. والحمد لله النادي الاهلي كسب، وكسب بجداره. ولو كان ربنا، يعني ان كان، يعني مش عايز اقول لو كان، عشان لو من عمل الشيطان، ان كان في توفيق اكتر من كده، كان النادي الاهلي كسب اكتر من كده بكتير. كان كسب اكتر من ثلاثة، كان ممكن يكسب أربعة وخمسة وستة. عشان احنا نادي بطولات، احنا نادي له إدارة بتخطط وبتدير صح. احنا نادي عندنا عندنا مدير فني، عندنا جهاز إداري، عندنا كل واحد في اختصاصه، ومحدش بيتعدى على حد. ولا حتى يعني عندك رئيس النادي كابتن محمود الخطيب، من أساطير الكرة المصرية والإفريقية. ما بيحاولش حتى انه يتدخل في تشكيل، ما بيحاولش يتدخل في لاعب قاعد على الدكه، ما فيش الكلام ده عندنا يا جدعان. اقسم بالله ما فيه، والله العظيم ما فيه. يعني ايه؟ لعيب كان بيلعب في الزمالك، انا مش متذكر اسمه، هو اصلا مش عارف ايه، حاجه السعيد كده، انا ما اعرفوش يعني. بيقول لك انا نزلت في ماتش الاهلي، كان اللي بيدير الماتش مرتضى منصور من المدرجات، هو اللي نزلني في الدقيقه مش عارف 60 ولا الدقيقه 70 احنا ما عندناش الكلام ده. يا كابتن ميدو احترم خلفيتك، واحترم ان انت راجل زملكاوي وكنت راجل مسؤول في نادي الزمالك، وكنت بتدرب نادي الزمالك، ومن ناشئين نادي الزمالك، ومن ابناء نادي الزمالك. عيب لما تطلع على الشاشه حتى لو ليك خصومه مع النادي الاهلي، يعني خليها بينك وبين فريقك، يعني لفريقك، مش لفريق تاني.
ما تطلعش تظهر انتمائك لنادي بيراميدز وانت راجل زملكاوي. ازاي تقول على نفسك زملكاوي؟ طالع بعد لقاء سيد عبد الحفيظ يقول لك انت قوي، انت جامد، انت مش عارف ايه. يا عم سيب الناس يا عم ماشي، انت جامد وقوي، خلي الناس تكسب وخلي الناس تاخد فرصتها. ويا عم واحنا حوشناك. انا عايز اسالك سؤال، يعني ايه النادي الاهلي حايش نادي الزمالك في ايه؟ ان ما ياخدش فرصته وما ياخدش فلوس وما ياخدش بطولات احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ اي مشاكل عندك في الاداره واي مشاكل عندك في النادي بتاعك بتحاول تلبسها للنادي الاهلي. والنادي الاهلي ماله؟ انت انا واحد من الناس، انا داخل في ال 42 سنه تقريبا من ساعه ما بدات اشجع كوره وانا بسمع الزمالك الفريق المظلوم، الفريق يا عيني اللي الحكام جايه عليه واللي مش عارف ايه، والدموع والعياط والمناديل بتطلع. عشان انتوا همكم الاول والاخير النادي الاهلي. مش مهم انتوا تكسبوا بطوله، مش مهم تكسبوا ماتش، المهم ان الاهلي يخسر. هو ده كل همكم، كل شغلكم الشاغل. فما تلومنيش النهارده ان انت ما بتاخدش بطوله وتطلع تصيح وتعيط زي العيال الصغيره على الشاشات، وتجيب لي ناس اصلا لا تفقه شيء في الكوره وما تعرفش اي حاجه، وكانوا لعيبه اقسم بالله. ما يعني طارق يحيى جايب لعيب بيساله انت عندك اولاد؟ قال له ده انا لسه متجوز بقالي 3 شهور. قال له اه طب تمام ربنا يوفقك. يعني انت مفيش اولاد لسه يعني؟ انا مش فاهم ايه الاسئله الغبيه دي. ايه الاسئله الغبيه؟ انا مش فاهم. الدرديري يقول لك مش عارف ايه، بيخافوا من بيشجعوا منتخب مصر عشان خاطر محمد صلاح. يرد لا، العالم كله بيشجع منتخب مصر عشان محمد صلاح ونادي الزمالك. يا عم انا عايز افهم العالم يعرف نادي الزمالك منين؟ انت لا لعبت حتى في كاس عالم ولا خدت بطوله قاريه ولا اسمك مسمع في اي حاجه. طب انا لعبت مانشستر ولعبت لعبت السيتي ولعبت الريال ودخلت كاس عالم 8 مرات واسمي بيتردد في كل حته في العالم. طب انا معروف، انت معروف منين؟ انا مش فاهم. هي القرعه بتبها بشعر بنت اختها مثلا؟ والله العظيم يا جدعان اقسم بالله الواحد عامل الفيديو ده والله طهق. انا ما بقتش اتفرج على برامج كوره. بص التلفزيون انا قافله، ما بتفرجش. انا ما بتفرجش على برامج كوره خالص. ليه؟ في مهزله، في عدم يعني عدم تقدير للمشاهد وعقليه المشاهد. بتجيبوا لنا ناس اقسم بالله عقيمه يعني. احترموا عقليتنا شويه. احترموا جماهير اهلي زمالك اسماعيلي، اي جماهير في الوطن في مصر. احترموا عقليتها وهاتوا لها ناس بتفهم كوره كويس وبتتكلم كويس وبتتكلم في الصح وعايزه تصحح المنظومه وعايزه تظبط الكوره في مصر وعايزه وتحط ايديها على الاخطاء الحقيقيه، مش المدسوسه، الاخطاء الحقيقيه اللي ممكن نعدل بيها نظام الكوره المصريه في مصر. احنا ما عندناش كوره في مصر يا جدعان، والله ما عندنا كوره في مصر. احنا المنتخب بتاعنا ضايع، الفرقه بتاعتنا ضايعه. ما فيش في مصر دلوقتي غير النادي الاهلي، ويعني بيراميدز عشان جايب محترفين وبتاع وبيشتري وبيدفع فلوس في لعيبه نوعا ما. الزمالك الاسماعيلي يعني قايم يفوق شويه، لكن احنا ما عندناش كوره. تعالى كده، احنا ما عندنا، والله ما عندنا كوره. احنا الناس بتتمسخر علينا بره وبيستهزئوا بينا. مفيش حد عامل للبلد دي في الكوره كرامه غير النادي الاهلي. محدش عامل للبلد دي صيت وسمعه كويسه غير النادي الاهلي، بره مصر وبره افريقيا ولحد اوروبا والوطن العربي. فما تجيش بقى انت بحقد وبغل وبغيره وتطلع تقول اي كلام واي هجص وخلاص. انا مش فاهم ازاي واحد زي نادي زي حسام ميدو، كابتن كبير طبعا ولاعب انا بحبه على المستوى الشخصي لان انا كنت بتفرج عليه وكنت متابعه. بس يعني ما انت راجل زملكاوي من ابناء نادي الزمالك يا اخي، حتى احترم نفسك، احترم النادي اللي انت بتنتمي اليه. لما تطلع تقول اولي 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 بيراميدز هيكسب، النادي بيراميدز هيكسب، مش عارف ايه. يا عم انت والله العظيم والله العظيم لو عيل صغير ما هيعمل الكلام ده يا كابتن حسين. اقسم بالله لو عيل صغير ما هيعمل الكلام ده والله يا جدعان. وعلى العموم احنا كسبنا وحرقنا دمكم، والسلام عليكم. وتحيا النادي الاهلي، الاهلي فوق الجميع.